السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي بيشوفني ويتابعني على قناتي حياة أسماء. أنا النهاردة هصور لكم الفراخ البيضة والفراخ الساس والكتاكيت اللي كنت شارياها دي رابع يوم لهم. أنا عايزة أقول لكم الجو برد جدا جدا، وأنا حطاهم ووسعت الكرتونة شوية. أنا بوسعها تدريجي مش بوسعها قوي عشان ما تبقاش مبهوقة والدفى يقل من الكرتونة. أنا بحاول على قد ما بقدر إن أنا ألم الدفى على الفراخ وأحطهم في المطبخ معايا. ببقى حريصه جدا ان انا ما احطلهمش الميه كتير، يعني مش حاطه لهم الميه وكل شويه قدامهم، لا انا بحط يعني ايه، يعني كل مثلا ساعه بحط لهم الميه في حاجه صغيره كده وحاطه لها حتى تقل فيه بحيث ما يغرقوش نفسهم. يعني مش حاطه الميه قدامهم، يعني اي حد جايب فراخ ما يحط سقايه الميه قدام الفراخ. الدنيا برد جدا جدا وانا بدفي الميه، يعني الميه مش بحطها سقعانه يا جماعه. لابد انك تدفي الميه. الكتكوت صغير مش هيستحمل التلج بتاع الميه. دفي الميه من يوم انا ما جبتهم وانا بدفي لهم الميه، ومش حاطه الميه. بكرر تاني، مش حاطه الميه قدامهم باستمرار. يعني انا كل ساعه وشويه كده بحط لهم ميه حبه صغيرين كده في حاجه، وحاطه فيها تقل بحيث ما يغرقوش نفسهم. يعني مش حاطه السقايه. وكمان انا لقيت الفراخ كان كده من الصبح، فحطت لهم انا عندي اسبرين، لقيت قرصين اسبرين وحطيتها في الميه مره واحده. ان شاء الله بكره برضه احط لهم كبسولات مضاد حيوي. الفراخ عندهم حاجه لا قدر الله، ما عندهمش حاجه كويسين وحشين، ان انا لازم في الجو اللي احنا فيه ده هو لازم ان انا احط لهم كبسولات مضاد حيوي كل حين واخر. يعني ما هوش كل يوم، لا يعني كل يومين كده، كل 3 ايام احط كبسوله في حبه ميه. ولازم ان الميه مش هتكون سخنه قوي، الميه تكون دافيه، بحيث ان حتى لو انت الميه ما تخليهاش بارده، تفضلي معاهم لغايه ما يشربوا حبه الميه اللي انت حطاهم لهم في الحق الصغير ده هون، وبعدين شيليها على طول من قدامهم بحيث ما يغرقوش نفسهم. كرتونه كانت صغيره، انا وسعتها تدريجي، جبت كرتونه واسعه شويه، والحمد لله ان انا ببقى حريصه. يعني انا شايفين انا فرشه القش ده، وتحت القش فرشه هدوم قديمه عندي قطن تحت القش. يعني انا بحاول على قد ما بقدر ان انا ادفلهم كل حاجه، بدفي كل حاجه وغطي. يعني انا مش حاطه بس البتاع، اللهم صل على النبي، انا مش سايبه الكرتونه مكشوفه، انا حاطه اللمبه فيها في وسطهم اللي هي السهره 40، ومغطيه الكرتونه، سايبه خرم صغير بس علشان الحراره ما تكونش كتير عليهم بحيث ما تاذيهمش. يعني انا ببقى غطي الكرتونه كده وسايبه حته صغيره تدخل بس هواء صغير، مش هواء يعني اللي هو النفس بتاع المطبخ بس. وربنا يستر، لان بجد انا كتير خايفه من الجو البرد ده هون عليهم، لان الكتكوت لسه اخضر، فالمناعه بتاعه الكتكوت ما بتبقاش عاليه، بتبقى قليله جدا وضعيفه في الجو اللي احنا فيه ده. انا حبيت اصور لكم الفراخ النهارده في رابع يوم عشان تشوفوا الفراخ عامله والدنيا فيها وانا ماشيه معاهم ازاي. ده كان الفيديو بتاع النهارده، بتمنى ان هو يعجبكم. يا رب اكون قلت حاجه مفيده الكل يستفاد منها. مستنيه اسئلتكم وتعليقاتكم على الفيديو. كانت معاكم اسماء. ما تنسونيش اللي ما اشتركش في القناه اعمل اشتراك، اعمل لايك، فعلوا الجرس. كانت معاكم اسماء من حياة اسماء. اشوفكم بالف خير.